قول بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في درس الرابع من دروس الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على على الصناعة. الدرس بتاعنا بتاع النهاردة بيتكلم عن الإيه؟ عن الصناعة اللي موجودة عندي في العالم. طيب، علشان نعرف الدرس بتاعنا زي ما قلنا اللي هو بيتكلم عن الايه، على الصناعة. نتعرف فيه على الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم، نتكلم على النشاط الصناعي اللي موجود في العالم، نتكلم على المراكز الرئيسية، أنواع الصناعة، الدول، الفرق ما بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث مقومات الصناعة. هنتعرف على المراكز الرئيسية للصناعة في العالم. بداية كده ان بنقول ان النشاط الصناعي هو قمة الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في العالم. يعني ايه؟ يعني عندي الأنشطة الاقتصادية هي زي الزراعة، زي الصناعة، زي التعدين، زي السياحة. كل ديت اسمها أنشطة اقتصادية. النشاط الصناعي هو أهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في العالم. طيب، هل هي زي بعضيها في العالم ولا مختلفة ومتفاوتة؟ قال لي لا، طبعا مختلفة ومتفاوتة من مكان لآخر على حسب نوعية الصناعة، سواء صناعة خفيفة أو صناعة ثقيلة، وعلى مدى تركزها ومدى جودتها. يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم مثلا في صناعة السيارات، أو بتكلم في صناعة الأقلام، أو بتكلم في صناعة الحاسب الآلي، أو بتكلم في صناعة موبايلات، تمام، أو بتكلم في صناعة غزل ونسيج. دي كلها صناعات. مدى تركزها، هل هي موجودة بكثرة في مدينة واحدة ولا في أماكن متعددة في نفس الدولة؟ طيب، بتكلم كمان على مدى جودتها. يبقى اللي بيفرق لي ما بين دولة صناعية ودولة أخرى ثلاث حاجات: نوع الصناعة، هي خفيفة أو ثقيلة، مدى تركزها، وجودتها. تمام؟ طيب، نقول كمان إن الصناعة الحديثة هي مقياس لتطور الشعوب وازدهار الايه، وازدهار اقتصادها. وبما ان الصناعة هي في تطور دائم ومذهل، وبذلك هنلاقي ان الدول المتقدمة هي الدول التي استخدمت الأساليب العلمية في عملية الصناعة، وبتطبق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراعات بتاعتها. وبدأت تطور كمان المنتجات الصناعية وتحديثها بشكل ايه، بشكل مستمر. خلي بالي انا بتكلم على الدول الايه، الدول المتقدمة. قد تكون الدول المتقدمة ما عندهاش المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة، ولكنها بتستخدم الأساليب العلمية في الصناعة. طبعا بتستورد ده، بتطبق أبحاث، بتطبق تجارب في واختراعات، وتطور المنتجات الصناعية وتحدثها بشكل ايه، بشكل مستمر. طيب، علشان يبقى عندي صناعة المفروض يبقى عندي ايه؟ عندي حاجة اسمها مقومات الصناعة. عندي حاجة اسمها ايه؟ مقومات الصناعة. طب يعني ايه كلمة مقومات الصناعة؟ قال لي يعني العوامل التي ساعدت على قيام الصناعة، اللي من غيرها ما ينفعش يبقى في صناعة. طب يا مستر، ايه المقومات ديت؟ قال لي المقومات ديت عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. مقومات طبيعية ومقومات ايه؟ مقومات بشرية. طب ايه المقومات الطبيعية؟ قال لي رقم واحد المواد الخام، مصادر الطاقة، موقع متميز. مقومات طبيعية مرة كمان: مواد خام، مصادر طاقة، موقع متميز. طب المواد الخام، قال لي عندك مواد خام زراعية زي القطن، زي الكتان، زي قصب السكر، زي المطاط. كل ديت مواد خام بتدخل في الصناعة. طيب، مواد خام حيوانية زي الجلود، زي اللحوم، زي الأصواف، زي الألبان. كل ديت مواد خام حيوانية. طب عندي مواد خام معدنية
الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب والنحاس إلى آخره. طيب، مقومات الصناعة أيضا مصادر الطاقة، الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ودول مصادر طاقة غير متجددة. عندي مصادر طاقة متجددة كهرومائية، طاقة كهرومائية، وطاقة ال الرياح والطاقة النووية السلمية. الموقع المتميز لمكان المادة الخام ومكان الايه والمنتج. يبقى ديت بقول عليها مقومات ايه؟ مقومات طبيعية. يبقى ديت اسمها المقومات الايه؟ المقومات الطبيعية. طيب، يبقى المقومات الطبيعية مرة كمان: المواد الخام زراعية وحيوانية ومعدنية، مصادر الطاقة، والموقع المتميز. طب عندي مقومات بشرية: الأيدي العاملة، السياسات الحكومية، توافر رأس المال، التطور العلمي، توافر الايه؟ توافر الأسواق. الأيدي العاملة، وهي الأيدي العاملة ذات الخبرة الفنية الماهرة. تمام؟ ذات الخبرة الفنية الايه؟ الماهرة الجيدة، الناس اللي بتشتغل. السياسات الحكومية، وهنا المقصود بيها اهتمام الدول بالصناعة. يعني سياسة الحكومة السنة دي اهتمامها بالصناعة، سياسة الحكومة السنة دي اهتمامها بالتعليم، اهتمامها بالصحة، اهتمامها بالتكنولوجيا، اهتمامها بالجيش، وهكذا. دي اسمها السياسة الايه؟ الحكومية. فلما تكون الحكومة تهتم بعملية الصناعة، ده من ضمن مقومات الصناعة اللي بتساعد على توفر، على ازدهار الصناعة. قال لي كمان توافر رأس المال، الفلوس. وده مهم جدا، ان هو بيجيب لي آلات، بيجيب لي عمال، بيجيب لي مادة خام، بيبني لي المصنع، بيوفر وسائل نقل. تمام؟ كل ده رأس الايه؟ المال. التطور العلمي، ودي من الحاجات المهمة جدا لعملية الصناعة. فبدل ما كانت الحاجات مانيوال، الحاجات يدوي، لا، ده دخل فيها آلات، ودخل فيها مصانع كبرى، وتطور فيها، وعملية أبحاث. فكل ده يؤدي إلى جودة في عملية الصناعة. توفر الأسواق، أنا بنتج علشان أسوق، ولا انا بنتج عشان اخزن عندي؟ لا، انا بنتج عشان ابيع. فهنا توافر الاسواق اللي موجوده عندي، سواء اسواق محليه او اسواق ايه؟ او اسواق عالميه. طيب، تاني حاجه عندي يا شباب هي الاقاليم الصناعيه الرئيسيه في العالم. بيقول لي ايه؟ قال لي هنا ان الدول المتقدمه تتركز فيها الصناعات بشكل كبير. تركز فيها حوالي مثلا، هنا بنستخدم زي ما قلنا المره اللي فاتت 80% من عمليه التعدين اللي موجوده، ولكن بتنتج 20%. فكذلك هنا الاقاليم الصناعيه في الدول المتقدمه اكتر طبعا من الدول الايه؟ من الدول الناميه، لان بيستخدم فيها التكنولوجيا. طيب، هلاقي بعض الدول الناميه بدأت أو اقتربت من مستوى الدول المتقدمة، زي مثلا دول نامية الصين وجنوب أفريقيا ومصر، بدأت في عملية الصناعة يهتموا بيها، وبدأت إن هي تقترب من الدول الإيه؟ من الدول المتقدمة. طيب، إيه هي الأقاليم الصناعية اللي موجودة عندي في العالم؟ قال لي الأقاليم الصناعية اللي موجودة عندي في العالم: عندي إقليم غرب ووسط أوروبا. تمام؟ إحنا هنقولهم وبعد كده نفصصهم واحدة واحدة. إقليم غرب ووسط أوروبا. عندي إقليم شمال وشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. عندي إقليم روسيا وأوكرانيا. عندي إقليم آسيا. عندي بعض المراكز الصناعية الإيه؟ المتقدمة. وطبعا وإحنا معانا وفاتحين الكتاب شايفين الخرائط اللي موجودة قدامنا، فهنلاقي إن معظم هذه الأقاليم بتنتج إيه؟ الحاجات كمان اللي بتنتج. طيب، فعندي هنا رقم واحد إقليم غرب ووسط أوروبا زي ما احنا شايفينه كده على الخريطة. عندي هنا إقليم روسيا وأوكرانيا، طبعا في حرب ما بينهم دلوقتي. عندي هنا إقليم شرق آسيا. عندي طبعا هنا إقليم شمال وشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض المناطق الصناعية المتفرقة في العالم. طيب، يبقى دي كده توزيع. طيب، عندي أول إقليم وهو إقليم غرب ووسط أوروبا. قال لي إن هذا الإقليم يوجد به المراكز صناعية كبرى زي بريطانيا وزي فرنسا وزي ألمانيا.
ساعدت الوحدة الاقتصادية الأوروبية وهي دول الاتحاد الأوروبي، تمام، إلى حدوث تكامل في جميع الجوانب الاقتصادية والصناعية. يبقى هنا لما يقول لي بما تفسر أو ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية، هقول له أدى إلى التكامل بين دول أوروبا في جميع الجوانب الاقتصادية والصناعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ممكن ألاقي دول عندها مادة خام بس ما عندهاش تكنولوجيا أو ما عندهاش الصناعة دي، فالدول دولة أخرى تبقى عندها الصناعة بس عندها المادة الخام قليلة، فيبقى هناك تكامل بين هذه الدول بعضها وبعض يؤدي إلى ارتفاع شأن هذه الصناعة. طيب يبقى الوحدة الاقتصادية الأوروبية أدت إلى التكامل في جميع الجوانب الاقتصادية والصناعية، أدت إلى حمايتها جمركيا وتدعيمها طبعا من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي. ودي مشكلة عندنا احنا كعرب، إن ممكن يكون عندنا المنتج وعندنا الصناعة ولكن ما عندناش الحماية الجمركية. هنلاقي إن الجمارك اللي موجودة عندنا بكثرة غالية جدا، فتلاقي المنتج اللي أنا رخيص بره لو جيت دخلته للبلد هلاقي ادفع عليه جمارك اكتر من الايه من ما انا بشتريه، طبعا ممكن يكون اضعاف كمان. يبقى هنا اقليم غرب وسط اوروبا زي بريطانيا وزي فرنسا وزي المانيا، وهي من الدول الصناعيه الكبرى اللي ساعد التكامل الاقتصادي الاوروبي، سوري، الوحده الاقتصاديه الاوروبيه اللي هو الاتحاد الاوروبي، الى حدوث تكامل في جميع الجوانب الاقتصاديه والصناعيه وحمايتها جمركيا. طيب بيقول لي ايه كمان، ان طبعا دي معلومه يعني، بيقول ان هنا الاتحاد الاوروبي انشئ سنه 52، كان من 6 دول، وزادت الدول ديت الى حوالي 28 دوله سنه 2014. ده اول اقليم. طب الاقليم الثاني قال لي اسمه اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، وهو من اكبر الاقاليم الصناعيه اللي موجوده في العالم. ليه؟ بما تفسر يعد إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم. قال لي بسبب توفر مقومات الصناعية في هذا الإقليم، بالإضافة إن هذا الإقليم يشمل البحيرات العظمى اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يبقى هنا إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم اللي بتتوفر فيه مقومات الصناعه سواء الطبيعيه او البشريه. طيب ايه اهم الصناعات اللي موجوده في هذا الاقليم؟ قال لي عندي صناعات هندسيه، الكترونيات، سيارات، وادوات كهربائيه. يبقى اول نوع من انواع الصناعات المتوفره في اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه هي الصناعات هندسيه، الكترونيات، سيارات، وادوات كهربائيه. قال لي ايضا في صناعات خفيفه استهلاكيه، صناعات غذائيه وصناعات نسيجيه. طيب يبقى اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه بتتوفر فيه زي ما قلنا المقومات الصناعيه الكبرى، تتوفر فيه مقومات الصناعه، وتتوفر فيه اهم الصناعات اللي موجوده عندي فيه صناعات هندسيه، الكترونيات، وسيارات وادوات كهربائيه، بالاضافه الى صناعات خفيفه استهلاكيه زي الصناعات الغذائيه وصناعات نسيجيه. طيب الاقليم الثالث وهو اقليم روسيا واوكرانيا، إقليم روسيا وأوكرانيا. طيب هذا الإقليم هو إقليم متباعد، تمام، يعني في كل من روسيا وأوكرانيا في مناطق متباعدة مش حوالين بعضيها. طبعا هنا أهمها إقليم موسكو، ودي العاصمة بالنسبة لروسيا وما حولها، وإقليم وإقليم الأورال. إقليم شرق آسيا، وده بيمتد في دول شرق آسيا زي الجزر اليابانية، زي كوريا، وبعض المناطق العديدة بالصين. يبقى هنا إقليم شرق آسيا موجود في اليابان، موجود في كوريا، موجود في الصين. طيب عندي بقى مناطق متفرقة صناعية متفرقة في العالم، وديت من أهم المناطق الصناعية الحديثة زي جنوب شرق آسيا، أيضا ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، ودول بيطلق عليهم النمور الآسيوية. عندي في أمريكا الشمالية كندا والمكسيك، عندي أيضا موجود في أستراليا بعض المناطق،
في امريكا الجنوبيه الاقي البرازيل والارجنتين وشيلي من الاماكن الصناعيه او المناطق الصناعيه الحديثه. الاقي في افريقيا مصر دوله جنوب افريقيا. الاقي كمان الوطن العربي دخل كدول مهمه جدا في الصناعات الصناعات البتروليه. يبقى يبقى اتكلمنا احنا كده باختصار على الأقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم. هنلخصها وناخد مجموعة من من الأسئلة مع بعض. طيب هنقولهم تاني. عندي هنا بالنسبة للأقاليم النشاط الصناعي اللي موجود في العالم، بيقول هنا إن النشاط الصناعي هو قمة الأنشطة الاقتصادية المتطورة بالرغم من وجود صناعات في دول عديدة في العالم، إلا أنها بتختلف من حيث النوعية، خفيفة أو ثقيلة، مدى تركزها وجودتها. لو قلت سؤال ده اللي تعد الصناعة الحديثة مقياسا لتطور الشعوب وازدهارها، هقول له إن الدول المتقدمة هي الدول التي تطورت فيها الصناعة تطورا مذهلا، آخذة بالأساليب العلمية، وتطبق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراع. وتركز الصناعات المتطورة أيضا في الدول في الدول المتقدمة، ولكن بعض الدول النامية بدأت تقترب من مستوى الدول المتقدمة زي الصين وجنوب أفريقيا ومصر. واتكلمنا على مقومات الصناعة وقلنا إن مقومات الصناعة عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية مواد خام ومصادر طاقة وموقع متميز. المقومات البشرية الأيدي العاملة، التطور العلمي، توافر الأسواق، رأس المال، والسياسات الحكومية. اتكلمنا على أهم المراكز الصناعية الرئيسية في العالم زي إقليم غرب أوروبا، إقليم روسيا وأوكرانيا، عندي إقليم شرق آسيا، عندي إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأقاليم المتفرقة. وقلنا إن إقليم غرب وسط أوروبا بريطانيا وفرنسا وألمانيا. أهم المراكز الصناعية عندي طبعا دول عديدة، وديت ساعدت طبعا هنا هذا الاقليم ان الدول المتقاربه او اللي هي هيئه الاتحاد الاوروبي ساعد بشكل كبير، او ساعدت الوحده الاقتصاديه الاوروبيه الى التكامل في جميع الجوانب وحمايه الجمارك. اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه تتواجد فيه صناعات هندسيه الكترونيه، سيارات وادوات كهربائيه. عندي صناعات خفيفه واستهلاكيه، صناعات غذائيه، وصناعات نسيجيه، وهو من اكبر الاقاليم الصناعيه اللي موجوده في العالم. عندي اقليم روسيا واوكرانيا، وطبعا ديت هي بتبدو على شكل مناطق متباعده، وطبعا من اهمها اقليم موسكو وما حولها واقليم الاورال. اقليم شرق اسيا، وهي من فيها جزيره هونشو باليابان، جمهوريه كوريا، ومناطق عديده في الصين، بالاضافه ان هناك مناطق صناعيه جديده وحديثه. دول جنوب شرق القاره، ماليزيا وسنغافوره واندونيسيا وتايلاند. دول الخليج العربي وديت معظمها الصناعات فيها صناعات بتروليه. هنلاقي هنا في استراليا، هنلاقي امريكا الجنوبيه فيها البرازيل والارجنتين وشيلي، هنلاقي امريكا الشماليه فيها كندا والمكسيك، وافريقيا في مصر ودول جنوب شرق افريقيا. بكده 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 شباب لهينا الدرس بتاعنا. شكرا ليكم، شكرا لحسن استماعكم. اهم حاجه ما تنسوش طبعا نعمل لايك وشير وشيروها الى اكبر الى زمايلكم عشان الكل يستفيد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.